السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، ان شاء الله كامل تكونوا بخير، تكونوا بصحة وعافية. اليوم راح نشارك معكم هذه الوصفة ولا هذا الميني كيك. راح يجي ما شاء الله سهل في التحضير، يعني الصورة راهي تعبر على نفسها. شوفوا كيفاه يجي ما شاء الله، يجي بنين بزاف وسهل في التحضير ويجي خفيف. راح نبداو على بركة الله. عندي هنايا 3 حبات تاع بيض يكونوا متوسطين الحجم وما يكونوش باردين، يعني بحرارة المطبخ ولا حرارة الغرفة. ندير لهم نص كاس تاع السكر، واللي تحبوا يكون حلو بزاف تقدر دير كاس الا ربع. وهنايا عندي ملعقه صغيره تاع لافاني. نخلط مليح هذاك السكر حتى يذوب لنا كامل ويرجع اللون تاع الخليط تاعنا بهذا الشكل، يعني كيما هكا. ومن بعد راح ندير كاس الا ربع الزيت العادي ونخلط مليح. هنايا كذلك تقدري تخلطي بالباتور. من بعد ندير كاس الا ربع تاع الحليب يكون دافي شويه. تقدري كذلك تعوضيه ببطاطا ياغورت الطبيعي. ندير كاس تاع فرينه، نزيد الكاس الثاني، وندير 2 اكياس خميره فوريه. نخلط مليح ديك الفرينه، يعني نخلط كلش مع بعض. هنايا الفرينه تاعك لازم تصيريها باش هذوك الحبيبات ما يخرجولناش في الميني كيك تاعنا، يعني لازم الفرينه تكون مغربله. نخلط مليح بهذا الشكل. من بعد راح ندير انا في هذا العلب، يعني في هذو الليمون راح ندير فيهم. هنايا تقدري ديريهم في مول كبير ضربه واحده، ولا ديري فيه هذو الليمون الصغار. راح هنايا ما نعمرهمش حتى الفوق. الخليط تاعنا فيه الخميره، يعني من بعد راح يضاعف الحجم تاعو. راح نعمر فقط نص. من بعد هنا نزينها باللوز افيلي ولا بالكاوكاو افيلي، ولا كذلك تقدري تخليهم هكذاك. يعني التزيين دائما نقول لكم يبقى اختياري. وهنا راح نسخن الفرن ولا الفرن، راح نسخنه على 120 درجه. ومن بعد نخليه يسخن، ومن بعد راح نقصلو ونديرهم يطيبوا على نار تكون متوسطه. نخليهم كي نشوفهم حماروا مع الحواشي راح نشعل لهم الفوق، نخليهم يدوا اللون الذهبي ومن بعد نطفي عليهم. هذا هو الميني كيك تاعنا. شوفوا كيفاه طاب، يعني انا خليته طاب مليح، نقصته شويه للفرن وخليته طاب مليح حتى حمار بهذا الشكل. شوفوا كيفاه جا ما شاء الله. وهما سخونين راح نمسحهم راح نطليهم ولا نمسحهم بالمعجون تاع المشماش. يعني هما سخونين راح يدخل فيهم هذاك المعجون تاع المشماش، راح يعطينا واحد البنه هايله في الميني كيك تاعنا. نمسحهم كامل. وكذلك هذه الطريقه كذلك اختياريه، يعني اللي تقدر تحب تخليهم هكاك تقدر تخليهم هكذاك، واللي تحب كذلك ترشهم بسكر قلاصي، يعني كل وحده والاختيار تاعها. نمسحهم كامل بهذا الشكل. شوفوا شحال جاو شابين، جاو يشهوا.
راح نفتحوا حبه مع بعض ونشوفوها كيفاه جات دايره من الداخل، يعني كيفاه جات طايبه وكيفاه تجي هشيشه. شوفوا كيفاه جات ما شاء الله. نقسموها مع بعض. شوفوا كيفاه جات. هذه هي الوصفة تاعنا. في الاخير وصلنا لنهاية الفيديو. نشكركم بزاف على المشاهدة ونتمنى تجربوا هذه الوصفة، يعني وصفة خفيفة وسريعة ما فيهاش مقادير بزاف. ان شاء الله تعجبكم وتدعموني وتشتركوا في القناة وما تنسونيش بجيم للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.